ما نظم المئات من الشباب والنشطاء السياسيين بعد ظهر اليوم مسيرة بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة باتجاه ميدان التحرير، وقاموا بإشعال النار في إطارات السيارات. وقامت قوات الأمن بمطاردتهم وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. واشتبكت قوات الأمن مع عدد من المتظاهرين الذين قاموا بتنظيم مظاهرة من منطقة بولاق متجهة إلى ميدان التحرير. كانت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قد بدأت في شارع الجلاء وسط العاصمة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد قيام المتظاهرين برشق مستشفى الجلاء بالحجارة، وأصيب عدد من المتظاهرين وقوات الأمن نقلوا بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما قامت قوات الأمن بالقبض على عدد من المنتمين لبعض القوى السياسية بعد محاولتهم إثارة الجماهير والبلبلة في الشارع. كانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها اليوم أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرات تخرج عن الإطار الشرعي، وأهابت بالمواطنين نبذ محاولات المزايدة والمتاجرة بمشكلاتهم. وحذرت الداخلية من إصرار المتجمهرين على مواصلة تحركهم وتجاهل التحذير والنصح بالالتزام بالسبل القانونية، وذلك في ضوء ما تأكد من تجريد التحرك من كونه سلميا من خلال الإعداد لتصعيده على نحو يصل للتمادي في أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل بالحركة المرورية بالعاصمة. وقد صرح مصدر مسؤول أنه لا صحة للشائعة التي ترددت عن فرض حظر التجول في أي منطقة من مناطق الجمهورية. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حرص الحكومة على حماية حرية التعبير عن الرأي بالوسائل المشروعة، واستشهد بتوفير الشرطة أمس الحماية لمجموعات الشباب التي خرجت للتعبير عن رأيها. وأوضح أن تدخل الشرطة اقتصر على حالات محددة بسبب تجاوزات المتظاهرين أو اعتدائهم على عناصر الشرطة أو إضرارهم بالممتلكات. وشدد الدكتور نظيف على أن التعبير عن الرأي في إطاره الشرعي كان سيساهم في تفادي سقوط ضحايا من رجال الشرطة أو المتظاهرين، مبديا أسفه لإصابة أكثر من 30 شرطي أثناء أداء واجبهم في يوم عيدهم. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل حالات إثارة الشغب. وقد أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور نظيف نفى تماما حجب أي مواقع على الإنترنت، وذلك التزاما من الحكومة بضمان حرية التعبير لكافة المواطنين. وأضاف راضي أن الدكتور نظيف شدد على استمرار الحكومة في تنفيذ عملية الإصلاح بكافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.